سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل كده معاكم فيديوهات توفير الأكل للطيور وإزاي نربي الطيور بأبسط التكاليف، بحيث إن احنا ما نبطلش إن احنا نربي طيور في بيوتنا كده وناخد برضه منها إنتاج، سواء البط أو الفراخ تبيض عندك تاخدي منها إنتاج من البيض وإنتاج من زيادة الأوزان، وكلها بأساليب بسيطة وسهلة. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ابتديت كده إن أنا حطيت الأكل للطيور، والأكل ده يعني يعتبر كده وقف عليا بنص التكلفة، وفي نفس الوقت بيفيد البط عندك لو هو في مرحلة إن البط في مرحلة إن هو بيبيض، بيخلي البطة تبيض عندك باستمرار، وفي نفس الوقت حجم البيض بتاعها يكون كبير. عندك الفراخ برضه نفس الطريقة، بتخلي الفراخ تديكي انتاج من البيض يوميا، تلاقي الفراخ بتاعتك بتبشر بالبيض وبتبيض معاكي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا انا ابتديت ان انا كده حطيت الاكل للطيور، وهقول لكم انا حطيت لهم دلوقتي طبعا كل اسبوع. في الفيديوهات اللي فاتت انا برضو اتكلمت عن الطرق اللي تقدري ان انت ما تمنعيش الطيور في بيتك، تربيها برضو بكل الحيل اللي انت تربي بيها بنص التكلفة، مش هنقول التكلفة كلها يعني. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا كده حاطه لهم الاكل بتاعهم، طبعا حاطه لهم نسبة من الدشيشة على نسبة من الردة والعيش. العيش ده اساسي، عشان العيش ده هو اللي بيسمن البط، بيتقله وبيخلي البط يبيض عندك باستمرار، ما يبيضش كل يوم كل يومين بيضة ولا حاجة. او الفراخ برضه نفس الطريقة، تفضل ان هي تديك انتاج من البيض. وبالنسبة بقى للحاجة اللي هي الاساسية اللي بتخلي البطة برضه تفتح نفس الطيور عندك على الاكل، وهو الخضار. يعني لو 3 مرات في الاسبوع كده تعملوا لهم نسبة من الخضار على الاكل بتاعهم. انا طبعا الاسبوع ده جبت لهم كده حوالي عن يعني شكارة من الخضار، البقدونس، مجموعة كده من الخضار، بقدونس على جرجير، اي خضار متوفر في الاسواق بتجيبيه. طبعا الشكارة دي مش كلفتنا اي حاجة. ليه؟ لان طبعا انا لما بجيب خضار للطيور بتجيب الخضار اللي بيكون دبلان كده مع التجار، فبيديهولك باسعار رخيصه جدا. وممكن كمان لو انت بتتعاملي مع البيع ده بتاخدي منه على باستمرار، بتاخدي منه من غير فلوس. انا طبعا ابتديت ان انا خرجت كده البقدونس مع الجرجير مع الخضار بتاعي مع الاكل بتاع الطيور اللي قدامهم ده، اللي هو عباره عن عباره عن دشيشه على عيش على نسبة من الردة، وكمان البطاطا. انا بشرها لهم برضو بطاطا عليها. البطاطا دي برضو يعني يعتبر جبتها كده الكيلو كده وقف عليها في حدود جنيه. ليه؟ لان البطاطا دي مش البطاطا اللي هي السليمة طبعا، انا جبت البطاطا اللي هي المتكسرة كبيرة ومتكسرة، فبتجيبها بقى بأسعار رخيصة، خصوصا لما بيكون في اخر اليوم. وبتجيبها لهم، ممكن تجيب لهم شكارة بقى على حسب ما الراجل هيحاسبك عليها. وبتبتدي ان انت كل يوم وانت قاعده كده قدام التلفزيون بتبشروا البط بتاعك كده منها، يعني على حسب عدد البط عندك، وتقدمها لطيورك مع الاكل بتاعهم. فده كله فيه نسبة بروتينات ونشويات، والخضار برضه فيه نسبة املاح. واحنا طبعا في فصل الشتاء، فالطيور بتحتاج الحاجات دي كلها. عندك برضه البصل الاخضر ابو عينوش، يا ريت تكتري منه في فصل الشتاء ده للطيور، عشان البرد بيكون حلو جدا جدا، عشان البط ما يحصلش البط يتعب منك ولا اي حاجه، بيكون مناعه الطيور عندك، وبرضه بيفتح شهيتهم جدا جدا. طبعا بالنسبه للميه انا هقول لكم انا عملت على الميه، وكلها حاجات يعني سهله وبسيطه جدا جدا. يا ريت لو انت لسه جديده كده معايا على القناه ولسه اول مره بتشوفيني وتسمعيني، طبعا يسعدني ويشرفني انك تنضمي لينا وتشتركي معايا. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا من اللايك. الميه طبعا طول ما انت بتربي طيور ما ترميش اي حاجه عندك. القشور اللي هي بتاعت الفاكهه ما ترميهاش. طبعا عندك الفتره دي موسم البرتقال.
او السفندي، بتجيب القشور دي ما بترميهاش، اغليها كده في الميه وسيبها لما تبرد عندك. وبعد كده ممكن تحط عليها ايه، عشان هي بتكون مره شويه، ممكن تحط عليها معلقه من العسل الاسمر او ما تحطيش، وتحطها ايه قدام البط بتاعك بيشرب منها، وتكون كويسه جدا، فيها ايه فيتامين سي، وبتفيد البط بتاعك. يعني كده كده انت لو ما ربيتيش طيور في البيت فهتحتاجي ان انت تشتري لبيتك من بره، فممكن تربي اعداد، مش لازم تربي طيور بكتره يعني، لازم يعني تربي اعداد على قد كده، وتقدري ان انت توفري بالطريقه اللي انا بعملها مع طيوري دي. فما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بتلاقي البطة بتبيض معاكي بدري وتبشر للبيض، والفراخ نفس الطريقة طبعا. البطاطا بتكون وجبة مشبعة للبط، في نفس الوقت بتزود معاكي في الوزن، لأن فيها نسبة نشويات عالية جدا. وانت قاعدة تتسلي كده هتبشريها في حاجة، وهتقلبها مع بواقي أكل بيت. عندك بواقي أكل بيت حط، ما بتخسرش، بواقي أكل بيت مع البطاطا مع الخضار، دي كلها حاجات مفيدة، بتخلي البطة تكبر معاكي بسرعة، ووزنها يبقى عالي، وتديكي إنتاج سواء من البيض أو من اللحوم. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ان شاء الله باذن الله نصور معاكم كده دايما، ونفيدكم بكل حاجه بنعملها لطيورنا. طبعا اهم حاجه في فتره الشتاء اللي احنا فيها، وفصل الشتاء والبرد والمشاكل اللي بتحصل للطيور، اهم حاجه الشمس عامل اساسي في المكان اللي بتربي فيه. لازم طيورك تشوف الشمس، ولو انت بتربي في مكان مقفول في الشمس، حاولي ان انت تخرجي طيورك كده شويه في اثناء لما الشمس بتكون كويسه، علشان عظمهم ينشف معاكي. وفي نفس الوقت نسبة الكالسيوم اللي بتبقى في الشمس مهمة جدا للطيور، عشان الكساح وعشان البرد وعشان المشاكل دي كلها. وعلى آخر النهار طبعا لازم تقفلي على طيورك، علشان الجو بيكون برد بالليل، فعلشان الطيور ما تاخدش منك برد ولا تتعب منك، بتقفلي بقى على الطيور من الليل، وتاني يوم الصبح بتسيبيهم، بتخرجيهم كده، وتبدأي ان انت تعملي لهم الاكل اللي تحط لهم الاكل. ولازم النظافة طبعا، نظافة المكان اللي بتربي فيه الطيور باستمرار، خصوصا برضو في الفترة دي، علشان لو في اي طيور تعبانة عندك ولا حاجة ما تعديش بقية الطيور. طبعا بالنسبة للمية لازم تنضفي العلب بتاعة المية اللي قدام الطيور باستمرار في الفترة دي برضو، علشان لو في طيور عندها مشكلة ولا حاجة برضو ما تعديش بقية الطيور. ان شاء الله باذن الله هكمل كده معاكم دايما، وهفيدكم بكل حاجه بعملها لطيوري. بس يا ريت لو انت لسه معايا لحد الان من الفيديو تعملي لايك للفيديو، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو معانا، وبعرف ان الفيديوهات بتنال على اعجابكم، فبقوم منزله كل يوم فيديو مختلف وفيديو جديد. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.